حافلات جهه اللي كتعرف فوارق كبيره على الرغم من الامكانيات والامتيازات ديالها. جهود كبيره دارت لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمنطقه في مجال الصحه، مجال التعليم، مجال النقل، البنيه التحتيه، في توفير مياه الشرب والكهرباء والقرى. في مجال الصحه السي اتش ديال الجهه غادي يكون جاهز ان شاء الله في 2027. المستشفى الاقليمي دويصاني غادي يوجد في ابريل 26. جوج المستشفيات جداد غادي يتبناو في اقليم وزازات. المستشفى ديال تنغير، المستشفى ديال تنغير والاخوان والاخوات ديال تنغير كيعرفوا هذا الشيء اللي كان بدا البناء ديالو هذه السنين، تفتح في يوليوز وكيستقبل المرضى الان في هذا الاقليم. ومستشفى اخر غادي يوجد ان شاء الله بولمان دادس. اشغال توسعه المستشفى الاقليمي غادي تسالي في 2027. وساكنه ميدلت كانت كطالب باعاده تاهيل المستشفى الاقليمي، والصوت ديالهم يمكن لي نقول لهم ان الصوت ديالهم وصل، وبرنامجنا ديال الاشغال غادي يكون في 2026 ان شاء الله. وكاين ازيد من 100 مركز صحي للقرب، اغلبهم في المجال القروي اللي كتم الاعاده ديالهم. وفي هاد 100 سونتر اللي كاينين راه تقريبا 83 منهم هما ديجا اوبيراسيونال يعني واجدين. والتعليم اليوم كاينه 428 مدرسه واعداديه ديال الرياده في الجهه. الاشتغال متواصل لاحداث مدينه المهام والكفاءات السنه المقبله ان شاء الله، لانه الباحث وشفت لو شونتي ديالها.